ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ النهارده جايلكم بفك اي رقم. تمام، يعني في ارقام بتفك معاك وفي ارقام لا، انت وحظك. وانت يا اسطى لو مش عارف تفك رقمك هسيب لك رقمي تحت الفيديو. تمام، تتواصل معايا وهفك رقمك باذن الله بمقابل يعني خفيف جدا. تمام تمام. بص يا اخويا، الكود ده أنا اللي عامله، يعني بص تعبان فيه كود اهو. تعبان فيه اقسم بالله. كود صغير بس طيارة بالفك. نص ساعة بالكتير، ساعة بالكتير هتلاقي الرقم فك معاك. تمام تمام يا اخويا. بص يا اخويا، الكود هسيب لك رقم تحت الفيديو، هتخش تقول لي بس يا اخو رقمي. هسيب لك رقم تحت الفيديو، هتخش تقول لي يا حوده انا مشترك عندك في القناه. تمام، انت عايز تشترك يا اسطى، ده حاجه ترجع لي، بس اشترك عشان ابعت لك الكود على طول. تمام، هتشترك وهتقدرني ابعت لك الكود على طول. تمام، تاخد يا اسطى اول حاجه ده الجيميل اهو، تقعد كده اهو. الكود ده انا فاكر بيه 3 ارقام، اقسم بالله فاكر بيه 3 ارقام. خش يا اسطى هنا على الجيميل، هتعمل اول حاجه يا اسطى جيميل جديد. تمام اهو، ده الجيميل. هنخش على الموضوع، نجيب الموضوع بقى. تمام، ده نخش على الموضوع. تمام، كود صغير بس بيفك طيارة اقسم بالله. تمام يا اخواتي. تمام. طبعا اهو. طبعا ده الرقم المحظور، انا هاخده سكرين برضه اهو عشان اوريكم. طبعا ده الرقم المحظور، هاخده سكرين. تمام يا اخواتي، هنخش بقى يا اسطى نحط الكود ونبعت. تمام، طبعا هننتظر يا اسطى الشركة بس ترد علينا. الحاجات دي بتواجه الناس كتير، تقوم يعمل كده يا اسطى، تقوم لاقي كده اهو جنب كده اهو، تقوم داخل تاني يا اسطى تظبط معاك. انتظر بس الشركة ترد علينا يا اخواتي. زي ما انتم شايفين يعني الرسالة مبعوتة لسه. تمام، الشركة ردت عليا زي ما انت شايف كده قلبي. بص يا اسطى، الشركة ردت عليك الرد ده. اعرف ان رقمك هيتفك تاني يوم او بص في نفس اليوم، بس اقولك ترد عليا ازاي بقى. بص يا اخويا، الشركة ترد عليك نفس الرد ده، تقوم داخل جايب بقى ديت الرسالة اهي التانية اللي هي الرد ديت. تمام يا قلب اخوك. تمام، قوم داخل اعمل كده، قوم حاطط كده، حط الرقم. خلصانة يا قلبي، حط الرقم كده اهو، واعمل ديت. تمام يا اخويا. تمام يا قلب اخوك، تقوم مديك رسالة، تنتظر طبعا الشركة ترد عليك يا اسطى. هنشوف كده رقم. رقم لسه محظور يا قلب اخوك، رقم لسه محظور. تمام، هتعمل ايه بقى يا اسطى؟ طبعا انت معاك الكود صح، عشان برضو الرقم يتفك معاك اسرع. تقوم داخل كده على فرق الدعم، تقوم حاطط الكود اهو زي ما انتم شايفين، تك ارسال. تمام يا اخويا، تبعت من كام جيميل، بس اهم حاجه تعمل جيميل جديده بس مش اكتر. تك ارسال، تخش تاني، تعمل كده قلبي. تمام، تحط الكود تاني نفس النظام، طبعا يكون كاتب في رقمك. تمام، هتجيب كده يا اسطى اهو، نجيب مثلا ده اللي فوق وتبعت. تنتظر طبعا الشركة ترد عليك، اقسم بالله يا اسطى الكود ده هيفك معاك. اقسم بالله الكود ده لو فك معاك يا اسطى تكتب لي تعليق حلو، لان الكود ده هيفك معاك اقسم بالله.
بيفك في ساعة أو نص ساعة. تمام، وأنا هجيلكم لما الرقم بيفك. ثواني يا اخواتي، هنتظر لحد ما يردوا عليا. طبعا يا اسطى الرقم لسه برضه الشركة مردتش، يعني ده غصب عني، الشركة يعني مردتش. تمام، أنا بعتها اهو بس الشركة اهي لسه مردتش. في ناس يا اسطى بقى اللي أنا عايز أشرح لك حاجة. تمام، في ناس يا اسطى بتحور عليك. مثلا أنا بشوف برضه واحد على اليوتيوب كده بيحور كتير وبيقعد يدوس، بس بدل ايه، مش هنجيب اسمه. تمام يا اخواتي، تمام. بيقولك الرسالة دي لو جاتلك تقعد نص ساعة والرقم يتفك. يا اسطى حابب أقولك إن أنت كداب. تمام، الرسالة دي لو جاتلك رقم عمره ما يتفك غير لما تواصل مع الشركة من كام جيميل. يعني ممكن تبعت الكود ده يا اسطى بتاع اللي أنا سيبهولك، اللي أنا بعتهولك ده. تمام، اللي أنت تخش توصل اللي أنا بعتهولك من كام جيميل، الرقم هيتفك على طول من 4 جيميلات، 5 جيميلات بالظبط أو 3، ده رقم محظور عادي. تمام، دي النقطة اللي أنا عايز أفهمها لكم برضه يا إخواتي، عشان محدش يكدب عليكم برضه يقول لك ده مثلا رد أهو عارف الرقم كده اتفك. كداب كده عالدغري، كداب يا اسطى. تمام، والناس اللي متابعاني عارفاني أنا على إيه. تمام، يلا يا اسطى استنى منك اللايك والتعليق الحلو منك، وشكرا يا أخويا.